انا عارف ان انت عندك مشاكل مع مارسيل كولر الفتره الاخيره، مش حابب طريقته، مش حابب ان هو واقف على الخط ما بيوجهش اللعيبه وما بقاش في حميه زي الاول، مع ان مارسيل كولر مفيش حد بيختلف عليه. الراجل واخد ابطال افريقيا، واخد دوري، واخد كذا بطوله. فانت قول لي شفت الماتش ازاي، وقول لي كان مين احسن لاعب في الماتش، وقول لي مشاكل الناس الفتره الاخيره مع امام عاشور. وطبعا ده ما يقللش من امام عاشور واحد من احسن لعيبه في مصر. فقول لي شفت الماتش ازاي واديني تقييمك عن الماتش. انت فاكر ده سألك 3 اسئله انت لا هرجع له كولر ومستوى الاهلي وامام عاشور بالظبط. لو نسيت حاجه انت معايا بقى انت ساعدني بقى. اولا كولر انا هختلف معاك في حته. الناس انت بتقول لي ان هو له انجازات كده، طبعا اي مدرب في النادي الاهلي هيجيب انجازات. ودي حاجه واضحه والتاريخ اللي شهد عليها، مش كلامي. ان اي مدرب بيخش النادي الاهلي، كابتن محمد يوسف مع دوري ابطال، مع احترامنا طبعا لكل الاسماء، ما اقصدش حاجه، كابتن حسام بدري مع دوري ابطال، بيجي اي مدرب يقدر يكسب الدوري بزيرو، مش عارف يخسر ايه، بس انا هكسب الدوري. فالنادي الاهلي ان هو يكسب بطولات ده شيء طبيعي. انما انا ببحث عن كوره، ده اللي هيخلينا نقوم داخلين على قصه ماتش بيراميدز. انا مش عايز احكم على الاهلي في ماتش بيراميدز بس، واقول لك ان ماتش الاهلي وبيراميدز بص احنا مستوانا عامل ازاي، ده احنا مستوانا وحش قوي. لا انا مستواي طول الموسم وحش، وانا بتكلم بان انا راجل اهلاوي وماليش اي غرض في حاجه غير ان انا اقول ان اللي انا شايفه ماشي. الاهلي مستواه طول السيزون سيء. هديك حاجه كمان، الاهلي الموسم اللي فات ما كانش كويس بالظبط. يعني انا لو هقيم بقى كولر، دي مربوطه بماتش بيراميدز ومربوطه بماتش وبكلام على كولر وكلام على ماتش بيراميدز. لا انا كولر من السنه اللي فاتت ما قدمش كوره. الاهلي يكسب 3-0 من الاهلي طبيعي يكسب 3. معلش يعني ما في انديه كتير بتكسب 3. انا عايز العب كوره، ما انا مطالب بقى ان انا الناس دايما احنا مصدومين كاهلاويه، يقول لك اصل الاهلاويه هم اللي يفرق معاهم ان هم بس ياخدوا بطوله، واما ياخدوا بطوله هم فرحانين ان احنا خدنا بطوله. لا انا مش كده. انا عن نفسي انا وفي فئه كبيره اغل 90% من جمهور الاهلي واكتر كمان عايزين الاهلي يلعب كوره وعايزين يكسب بطوله. انما انا افضل اتفرج على فرقتي عماله بس تكسب بطولات. انا السنه اللي فاتت كسبنا ماتش الترجي وطلعت في الحلقه واحنا كسبانين افريقيا، وللمره مش عارف الكام على التوالي، معانا 12 دوري ابطال مش عاجبني الاداء. حتى قلت كده، قلت يا جماعه انا راجل بطل وانا هو بطل افريقيا، بقول لكم ادائي في المباراه سيء وده هيدل عن كوارث.